ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اول حاجه طبعا كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كده بعيد اضحى على يعني حلو وجميل على الجميع، وبالاخص نادي الزمالك يعني والزملكاويه. طبعا انا هتكلم النهارده في نقطتين مهمين جدا. اول نقطه اللي انا كنت اتكلمت فيها في حلقه زيزو، وهتكلم فيها باستفاضه اكتر كمان بقى، اقول ايه ان هو قد ايه هو كذاب وطلع بيحور وي 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 وارد على الناس اللي بتقول لك اصل الزملكاويه محروقين محروقين يا يا عم الامور. بس فانتوا استنوا معايا كده اهو. ودلوقتي هتكلم في وقلت كمان ان الحلقه دي متذاعه، يعني الحلقه دي بص يا جماعه، انتوا متخيلين يا جماعه الحلقه دي متذاعه قبل نهايه الدوري، اللي هو الاهلي كان عنده ماتش المفروض، يعني هو ماتش مصري، اللي هو المفروض يعني لو الاهلي كسبه والزمالك تعثر وبيراميدز تعثر الاهلي ياخد الدوري. فتخيلوا قبل ماتش مصري او مهم زي ده، زيزو راح يعمل اللقاء الصحفي. وهثبت لكم بالدليل عشان بس الناس عماله تقول لك ايه اصل مش عارف ايه وايه وحرمت ايه. وسبحان الله جمهور النادي الاهلي اكتر جمهور، يعني فاهم؟ سبحان الله، يعني هم دول الجمهور اللي بيتكلموا على ربنا ويقول لك ما تتقي الله في كلامك. هم اكتر جمهور بيشجعوا الناس على الفساد واي حاجه غلط بيسقفوا وخلاص، طبعا حاجه في صالحهم. لكن حاجه مش في صالحهم، اتقي الله، قال الله وقال الرسول. يا ولا يا ولا الشنطه فيها كتاب دين يا ولا. المهم يعني خلينا بس في المهم. فهتكلم عن النقطه دي باستفاضه ان شاء الله، وهتكلم معلش بقى الفيديو ممكن يبقى طويل شويه يعني، وهتكلم على نقطه برضه ده راي شخصي انا، وتعرفين الحمد لله يعني انا بقول راي شخصي والله، مش عشان حاجه، بس بنسبه 90% بيبقى صح، لكن معلوماتي 100%، الا بقى لو حاجه شاذه حصلت يعني. المهم فانا هقول على رايي في موضوع معتمد الجمال ان هو يكمل ولا لا. هتكلم بيها باستفاضه، هقول ليه اسبابي. فنبدا كده مع بعض. اول حاجه معتمد جمال، انا مع احترامي ليه اللي هو راجل زملكاوي وعسوله وجميل، لكن انا بقول لك معتمد جمال ما ينفعش يكمل. هتقولي ليه يا عم؟ ده واخد الدوري بفلان وعلان ومعاه ربع فرخه، ربع فرخه صح، ربع فرخه تقريبا، مش ربع فرخه، معاه ربع فرخه، واخد بيه الدوري ضد فريق ملايين والحاجات دي كلها. هقول لك تمام، الدوري ده برضه يا جماعه، ما خلي بالك برضه هناك يعني النادي الاهلي معاه، ده مش معاه تيم، ده معاه تيم واثنين وثلاثه، والسنه الجايه هيقوي اكتر التيم بتاعه. فبالعقل كده معتمد جمال احنا حظنا حلو، بس ان هم ايه، كان في سواد وغل وحقد ما بين اللعيبه وبعضها، اللي هم لعيبه النادي الاهلي، مع ان هم كانوا جايبين مدربين كفته. فالحمد لله ايه، الدنيا مشيت معانا. هتقول لي برضه احنا برضه كان معانا مدربين كفته ومعناش اساسا فرقه. معاك حلو، بس بقى ايه، مش عشان ربنا بارك لك في ربع فرخه اللي عندك هتصدق انت معاك فرخه؟ انت معكش فرخه يا حبيبي. النادي الاهلي معاه 3 فرخات، انت معاك ربع فرخه. ده من الاخر. ف معتمد جمال في الماتشات الصعبه كلها خسرها، وباين ان هو ما فيش خالص. هتقول لي لا، ما اصل كان، لا يا باشا، ما هو كان في مثلا ممكن يعمل تبديله معينه او مش عارف ايه. لا، ده كان بيعمل تبديلات بدل ما كان بيبقى مسيطر على الماتش بيفقد الماتش. وشفنا في الماتشات المهمه او الماتشات اللي هي بيبقى مضغوط فيها، زي ماتشات مثلا اتحاد العاصمه وام بي والاهلي، خسرها يا باشا. يعني يمكن الماتش الوحيد اللي معتمد جمال كسبه ماتش بيراميدز، ده راجل احمد عبد الرؤوف اللي لسه جاي من اول امبارح من هنا، كان بيعدي الشارع كده ايه، بيقول يا جماعه هو يعني ايه تدريب؟ احنا مسكنا وبتاع ده وكسب النادي الاهلي. فاي حد عندنا بيكسب النادي الاهلي دي كده، زي ما هو برضه النادي الاهلي كده وصل لدرجه ان هو بيتغلب من طوب الارض، بس بيجي عندنا احنا وبيكسب. ده مش مقياس يعني. فانا بقول لك هو معتمد جمال لو قعد، اول حاجه كمان المعلومه اللي عندي ان معتمد جمال عاوز لما يقعد، ده كان عشان هو الباشا كان مواعد الفرقه اللي هم ايه، ما حدش هيمشي، يعني هو اصلا مش عاوز يمشي كمان، اللي يعني ربع فرخه اللي عندك ده اساسا هو ما ينفعش، هيخليه لا ما ينفعش. فاول حاجه معتمد جمال مع احترامي ليه بقول له اهو تاني وتالت ورابع، وعمل يا عم انجاز وكتر الف خيره، لكن مش ده ما يقعدش. انت داخل على بطوله، انت داخل دلوقتي عندك تارجت ان انت تاخد بطوله افريقيا ان شاء الله عشان تلعب كاس العالم، تلعب هي اللي هي الانتر كونتيننتال اللي بتتلعب كل سنه، مع كاس العالم اللي هتتلعب ان شاء الله 2029. فانت لازم تجيب مدرب، وتجيب على الاقل ايه، على الاقل انا ما اقولكش بقى تجيب 20 و80 لعيب، لا، جيب في الحاجات اللي انت محتاج فيها، يعني الاماكن انت محتاج فيها صفقات. تجيب مثلا على الاقل ايه من 6 ل7 لعيبه ويكونوا سوبر، بدل ما يا عم تجيب 20 30 لعيب ويطلعوا كلهم فاكسانين. لا يا عم، بقول لك اهو هات لك خمسه يا عم ل7 لعيبه، انا سوبر يشيلوا لك، هيشيلوا تيم باللي موجود ده لمده سنه. انا بقول لك على الاقل لو، والسنه اللي بعديها يا سيدي هات لك لعيبه ايه تاني 5 سوبر او 6 سوبر، يبقى ساعتها انت معاك فرقه سوبر اللوكس. فانت ايه، بدل ما تروح تجيب لي 20 لعيب وفي الاخر انت كمان حتى خليك ذكي، يعني انت كمان بتجيب 20 لعيب وما تبقاش عارف تدفع فلوس ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، وفي الاخر بتوقف قيدك وبايه، وبعدين انت بتوقف قيدك الدبل. ليه؟ ان انت النادي مش عارف تدفع فلوسه، واللعيب نفسه مش عارف تدفع فلوسه، فده بيرفع عليك قضيه وده بيرفع عليك قضيه. طب ليه؟ خليك بقى ذكي، يعني حتى لو انت نصاب خليك نصاب ذكي، هات 5 بس بحيث يبقى 10، يبقى ايه، يبقى 5 يعني 10 ايقاف قيد، لكن انت هتجيب 11 لعيب يعني 22 ايقاف قيد.
بعدين اهو السنه اللي فاتت برضه اسمه ده جون ادوارد. انا ما مش انا برضه بقول تاني وتالت ورابع، جون ادوارد مش جامد وما بحبوش، مش ما بحبوش عشان هو مش عارف ايه، عشان في حاجه بيني وبينه، انا اقسم بالله ولا اعرفه ولا شفته، بس ما بحبوش عشان عمه في الزمالك. لما يجيب 11 صفقه اربعه بس اللي ينجحوا، لا يبقى انت راجل في الجلاشه. والاربعه ايه هم بس اللي يعتبروا يعني خلص مشيها الاربعه. انت عندك عضي الدباغ هو اللي نجح، عندك بزيرة هو اللي نجح، عندك مهدي سليمان اللي نجح، ادي ثلاثه، والاخير محمد اسماعيل. هتقول لي ايه اكتر صفقه سوبر؟ انت انا بالنسبه لي طبعا عضي الدباغ ده رقم واحد طبعا. هيجي بعديه مهدي سليمان، بعديه عشان مهدي سليمان صح صد حاجات يعني ايه كان ممكن تغير يعني مجريات بطولات كتير يعني. وبعديه مع اسمه ده محمد اسماعيل. سد يعني لاعب في نص الملعب الى حد ما سد، لاعب باك يمين حلو جدا، مساك 10 على 10، فالراجل بيسد فده 100 100. وبزيرة انا شايف ان هو ايه حلنجي زي ما قلت قبل كده، وده مش رايي يعني، يعني مش رايي النهارده، رايي ده من ساعه ما جبته، من ساعه ما جبناه قلت يا جماعه انا بحب اللعيب اللي بيخلص. هو يا فرحتي يفضل يرقص 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 ما يعملش حاجه، وبرضه في الماتشات الكبيره برضه ما بانش قوي. فانا ما بقولش وحش عشان الناس ما حدش بس ينتقدني وما حدش يقول لك انت زملكاوي. لا يا عم انا زملكاوي غصب عنك وعن التخين وبقى عشان نادي الزمالك، والناس كلها في الزمالك عارفه الكلام ده كله. المفروض اصلا كمان الناس اللي متابعاني عارفه ان انا الزمالك ده انا بعشق تراب اقسم بالله. عشان كده الحاجه المفيده بقول اتكلم فيها، وبقول لك اهو بزيرة نبني بقى عليه، لكن مش هو يبقى الصفقه السوبر اللي بزيرة بضاع فرص كتير جدا. الفينش بتاعه زي الزفت بتاع ده، وفي الماتشات الكبيره لما بيتمسك ما اعرفش بقى هل بقى ده عيب مدربين ولا ايه، بس بيختفي. فبس برضه هنعتبرها عيب مدربين. لكن هو طبعا هو صفقه سوبر مش سوبر، بس صفقه حلوه وممكن تبقى سوبر. لكن الصفقه السوبر فعلا عدل الدباغ، عدل الدباغ او عدل اللداغ او العدل الهيجان، سموه زي ما تسموه. الراجل ما شاء الله كله. وبعدين ايه بيجيب الهدف بثلاث نقط او الهدف مكسب، فراجل فشيخ وبأقل حاجه. وراجل يمكن ده بقى الفينش بتاعه كان وحش شويه، بس بعد كده عدله لا راجل، وبعدين اهدافه تتكلم عن ايه. فهي دي الاربع صفقات. انت بقى تخيل لو جبت كمان مثلا ايه عليهم كمان سته، يبقى معاك 10 سوبر خلاص. عاوز ايه تاني؟ والباقي بقى ده ايه يسند بقى مع ال10 دول. فانت محتاج طبعا وينج يمين ده اساسي مع بزيرة، محتاج 2 وينج شمال. يعني طبعا الشيكومانز ده يعني يشوف مامته فين يعني يروح عند امه. ادي كده 3 صفقات، محتاج 2 6، ادي كده 5 صفقات. ومحتاج بحتاج باك يمين، ده اللي انا شايفه حاليا. باك يمين 2 6، 2 وينج شمال، وواحد وينج يمين مع بيزيرا بس. الهجوم عندك فيه كتير، رقم 8 عندك فيه كتير. المساكين 100 100 عندك الونش ومحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد والواد اللي هو الصغير ده بتاع ده 10، عندك 14 على 10 مع احمد حسام لما يرجع 100 100. اتزنقت هتبيع حسام عبد المجيد ما عرفش تجدد له، يغوف في 60 داهيه وتجيب واحد بداله وخلصنا تمام. ساعتها تجيب الصفقه السادسه. لكن احنا كده 100 100 في الصفقات. بس اهم حاجه بقى انت قلنا نجيب صفقات 6 سوبر. جين ادوار بقى ايه يركز في الصفقات. مجلس الاداره المتخلف بتاع ده يبقى يتخلص على الصفقات. ومعتمد جمال لا شكرا، لو هيبقى موجود يبقى مدير كوره بقى، مدير مساعد للمدير الفني كده اهو. لكن يبقى مدير فني ويمسك من اول الموسم كده. انا بقول لكم كل سنه طيب على الدوري، كل سنه طيب على بطوله افريقيا، كل سنه طيب على كل حاجه. الراجل مستواه باين قوي 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 في الماتشات اللي قلنا عليها دي. وده رايي الشخصي، مش رايي الشخصي ده بالله يا باشا، ده بالله ده بقى احنا شفناه. احنا لغايه اخر وقت يا باشا كنا حاطين ايدينا على قلبنا، وما بيعرفش يسيطر على الماتشات وبيسيب. وبعد كده اتحفظ خلاص بقى بيسيب الكوره بيلعب على المرتدات ومش عارف ايه. وبعدين انا قلت برضه المدير الفني اللي يفضل شايف ان شيكابالا ينفع، طب ماشي هو ساعتها ما كانش فيه غيره. لكن السنه دي كمان المعموله اللي عندي ان هو مقتنع بيه وعاوز يخليه السنه الجايه، لا انا لما قلت بقى انت راجل مش مدير فني، انت راجل كفتاجي. وزي ما قلت ربنا بارك لنا في الدوري ده، مش عشان معتمد جمال جامد ولا عشان المجلس الاداره ده جامد ولا بيفهم، ما بيفهموش ده في كل حاجه ضايعين، ولا عشان جون ادوارد ده مش عارف ايه. ما هو اثبت لك ان جون ادوارد ده في الجلاشه 11 صفقه 4 بس اللي نجحت، يعني اقل من 40%. تخيل انت خدت امتحان جبت 35 30%، يبقى انت راجل انت ما فاهم، ما قريتش المنهج، ما جيتش اصلا. فده رايي الشخصي. فاحنا كسبنا الدوري ده عشان ربنا هو عاوز كده، ده اراده ربنا، عشان في هناك ظلم عند الكتيبه الحمراء الشياطين الحمر. واحنا عشان ان ايه محمد صبري والجمهور الغلبان بتاع نادي الزمالك. غير كده يا باشا ما تضحكش على نفسك، انت معاك ربع فرخه ومعاهم 3 فرخات، وبيراميدز معاه 3 فرخات هو كمان. هنهزر يا راجل؟ ده سيراميكا القوام بتاعها اقوى منك هي والمصري، فمش عايزين نضحك على بعض. احنا معانا القوام ده اساسا ايه كنا فاهم ان ننافس فيه مع وادي دجله بتروجيت، ده حقيقه. بس الحمد لله ربنا نفخ في صورتهم عشان الجمهور وعشان خاطر ايه المرحوم محمد صبري. دي حاجه.
موضوع زيزو طيب انا هتكلم فيه في الفيديو اللي جاي، عشان مش عاوز ايه اطول اكتر كده في الفيديو يعني. هقول لكم بقى ليه انا بقول لكم ان الفيديو ده بتاع زيزو متسجل قبل الماتش وبالدليل يعني. يلا سلام.